يا مساء الفل والجمال والقشطة والزبدة والخير كله مالي بيوتنا يا رب. دايما مليانة البيوت وعمرانة بالخير كله. في أقل من 5 دقايق هوريكي قد إيه طلعت كيلو إلا 50 جرام جبنة قريش اللي الكيلو دلوقتي فيها ب75 جنيه، وطلعت قد إيه قشطة وقد إيه زبدة. ده طالعين كيلو إلا 50 جرام بالظبط جبنة قريش. من قد ايه لبن استخدمت 5 كيلو لبن، ابتديت ان انا افضيهم وقسمتهم على حلتين. هنا حطيت في الحلة دي 3 كيلو والحلة دي حطيت فيها 2 كيلو. ابتديت اغطيهم 48 ساعة ما بحركهمش من مكانهم لحد ما تجمد تماما. وابتدي بمعلقة كده الم الخير بقى اللي طلع من ال3 كيلو لبن. بصوا مطلعين قد ايه قشطة زي الفل، قشطة فلاحي في منتهى الجمال، دسمة، واهم حاجة اللبان يكون اللبن بتاعه فعلا حلو. ابتديت ان انا اجمع القشطة كده من فوق الوش. وانتي بقى بتاكلوا القشطة فهتستخدميها عادي، عايزة ما بتاكلوهاش هنبتدي نجمعها ونعملها الزبدة اللي بقت سعرها ب180 جنيه كيلو الزبدة الجاموسي. بصي الصينية التانية 2 كيلو لبن. بصي الرول اللي طلع من القشطة رهيب، هتستخدميها في كذا استخدام. دي بروتين وكالسيوم بقى عالي جدا ونضيف ومعمول في البيت. ادي دول 5 كيلو لبن. هبتدي اجيب حله وعليها مصفى، واي شاشه عندك، ما عندكيش شاشه طرحه ما بتستخدمهاش وبتغسليها وبتسيبيها مخصصه للامر ده. ببتدي ان انا اصفي فيها اللبن كله، احط كل اللبن على بعضه وابتدي املح الملح اللي انا عايزاه، حادق او دلع ده حسب ما بيرجع لك. وابتدي قلبيهم واربطي الشاشه ديت وحطي عليها اي حاجه تقيله عندك. انا حطيت علبه كده فيها ميه واتاكد ان هي مش هتقع منها الميه طبعا، واسيبها مثلا يوم كامل لحد ما تتصفى تماما. قبل ما بستخدمها بعلقها كده نص ساعه. وابتدي ان انا اخد الجبنه افضيها على اي كيس كده قدامي ان انا بعملها رول. انتي ممكن تعمليها في صينيه تفرديها تقطعيها مربعات براحتك، انا بحب الطريقه دي. وبقسمها كده وابتدي اعملها رول وابتدي ان انا اقطع منها قطع على قد استخدامي. زي ما انتي شايفة ببتدي اقطعها واعبيها كل قطعة في كيس كده صغير واحطها في علبة في التلاجة عشان استخدم قطعة قطعة في وقت الاكل بتاعي، هيبقى على قد اللي انا هستخدمه. هبتدي احط عليها شرش اللبن اللي طالع شوية كده اغطيهم، وهنا بيبقى مملح او تزودي ملح براحتك، وتحطيها في التلاجة وتسحبي منها بتقعد اسبوع. القشطة بقى هنا هوريها لكم ان انا ازاي بحولها زبدة بمضرب كده بيض او اي عجان عندك، وابتدي ان هو تضرب لغايه ما تفصل معاكي بشكل الزبده اللي احنا شايفينه ده، واللبن اللي طالع ده بنستخدمه في المعجنات او في المش. بصوا شكل الزبده رائعه. طبعا ما عندكيش مضرب بايديكي هتبقى زي الفل، مش هتاخد دقايق كتير. هبتدي ان انا اعملها كوره او صوابع زي ما انت عايزه، وابتدي ان انت تشيليها. طلعوا 400 جرام زبده. الزبده ب 180 جنيه، يبقى 75 جنيه كيلو لبن، كيلو جبنه سوري، و72 جنيه 400 جرام زبده جاموسي. وعندي ازازتين بقى كده للعجن. هنا بقى سندوتش قشطه عليهم حلاوه، ولو عندك عسل يبقى اسمه سندوتش سكالانس زي الفل. انت كده بتروقي الطبق بتاعك، زيت زيتون، كمون، زعتر، بابريكا، بتحطي اللي انت عايزاه على الجبنه القريش وبتعززي طعمها وبتبقى زي الفل وبتبقى صحيه وانت عاملاها في البيت وضمناها. من ايام كورونا وانا بعمل القصه دي في البيت، فعلا فعلا رائعه. وبنتي بتحسي كده بفخر وانت عامله المنتجات في البيت من غير ما تستخدميها من بره. والقشطه طبعا لما بتبقى موجوده في البيت حاجه تانية خالص، بيت كده غني. يا رب بيوتنا كلها مليانة بالخير، ويا رب الفيديو تستفادوا بيه. اشوفكم فيديوهات تانية على خير، ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة لو بتشوفيني لأول مرة. دي احنا بنقدر نبدل كل حاجة في البيت، ومفيش يومنا مش هيقف وحياتنا مش هتقف ومش هنجوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.